السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين سوسن. اليوم جيت وجبت لكم معايا وصفة تاع لاكيش بحشو رائع، تجي مقرمشة وخفيفة، وحد البنة لا يعلى عليها. وصفة سهلة وسريعة، اتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. بما انه رانا داخلين على فصل الصيف، نبعدوا شويه على هذوك الوصفات الثقيله ونروحوا للمملحات والحاجات الخفاف، لي غراتان، لي ساندويتش، هاد لي كيش نوعوا وتانيك هادوما اللي ينفعونا ونقدروا ناكلوهم في فصل الصيف. اول حاجه نبدا بها هي الحشو. واش نحتاج فيه؟ عندي 2 حبات بصل يكونوا كبار، قطعتهم الى مكعبات. عندي هنا حوالي نص صدر او اقل، كيف قطعته الى قطع كبيره نورمال. ما يهمناش كيفاش نقطعوا البصل والدجاج لانه راح نرحيو الحشو في الاخر. بالنسبه للتوابل، عندي مغرفه راس الحانوت، شويه تاع الزنجبيل، شويه تاع الكركم، شويه تاع فلفل الكحل، وملعقه مملوءه مليح من هاد لي زيبيس اللي نحبهم وراح يعطيكم محد البنه رائعه، اللي هما ماريني دجاج بالجبن. خيروا التوابل، قلت لكم ماريني دجاج بذوق الجبن، يجي فيه الحشو تاعكم وحد البنه رائعه. في المقلاة عندي هنا درت 3 مغارف تاع الزيت، ضفت البصل ديالي نقليه. كما راكم تشوفوا البصل تاعي قطعته الى قطع ماشي متساويه، المهم قطع وخلاص هكذا قطعيه. وضفت عليهم الدجاج، قلت لكم حوالي نص صدر او 4 صدر، راح يكفيك. كما شفتوا كيف القطع غير متساويه لانه راح نرحي كلش في الاخر. ضفت التوابل تاعي مع شويه تاع الملح وخليتهم يتقلوا على نار هادئه حتى وين نشوف هذاك البصل ديالي ولا كاراميليزي، راح يزيد يعطي لك واحد البنه رائعه للحشو ديالك. ضفت هنايا حوالي كاس تاع الماء باش نضمن انه الدجاج ديالي طاب وما يقعدليش خضر. هنا بعد ما الدجاج تاعي طاب نحطه هكذا، نحيه طبعا من الفرن، نخلي فيه شويه تاع لاصوص ونرحيه في الاشواغ. ما ترحيهش ناعم بزاف وما تخليهش خشين، متوسط كما راكم تشوفوا معايا. رحيته في الاشواغ ونخليه جانبا. هذه بالنسبه للحشو، هذه المرحله الاولى في الحشو. بالنسبه لاباتاكيش واش نحتاجو فيها؟ عندي 280 غرام فارينه، 140 غرام مارغرين طريه، صفار بيضه، عندي هنا شويه تاع الحليب، اونسي جامي هذيك البيضه ما تلمليش العجينه ديالي، نزيد شويه تاع الحليب. هنا عندي كاضافات طبعا الملح، مغرفه ولا نصف ملعقه صغيره تاع خميره حلويات، شويه تاع الكركم، زعتره ونعناع يابس، راح يعطوا لكم واحد البنه رائعه للعجينه ديالكم. نخرجوا شويه على هذيك لابات العاديه اللي تجي كلاسيك، نبدلوا فيها شويه راح تعطينا بنه هايله. هنا في اناء ضفت الفارينه اللي قلت لكم 280 غرام فارينه مع الملح ونصف ملعقه صغيره خميره حلويات، شويه تاع نعناع يابس، شويه تاع الزعتره وشويه تاع الكركم، ونضيف عليها هذيك 140 غرام تاع المارغرين. انا هاد الكميه جاتني سوا مع البلا ديالي. البلا تاعي فيه 31 سنتيمتر على 21 سنتيمتر. هنا بعد ما بسست هذيك الفارينه مليح ودخلت هذيك المارغرين فيها، نضيف صفار بيضه ونحاول اني نطم العجينه ديالي به. اذا كان الصفار ديالك صغير ما راحش يلملك العجينه ديالك. هنا اللي راح تستعيني بالحليب، راح تضيفي حوالي ملعقه او 2 تاع الحليب، راح يلمولك العجينه ديالك. العجينه تاعنا تاع لاكيش ما تكون طريه ما تكون يابسه. دوك تشوفوا معايا كيف يكون القوام ديالها، لابات ما تكونش تلصق في اليد. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه.
هنا يعني مباشرة نحل العجينة تاعي. هاوليك المول اللي راح نخدم فيه هنا اللي تكون عنده القاعدة تاعو يعني تتنحى فيه قلت لكم 31 سنتيم على 21 سنتيم. هاد العجينة مقادير مضبوطة يعني جاتني سوا سوا للمول ديالي. هنا نستعين يعني بكيس بلاستيكي، رشيت شويه تاع فارينه عليه ونحاول اني نحل العجينه تاعي على شكل مستطيل كيما البلا ديالي باه يعني ما نديرش لي شوت بزاف. ودرك تشوفوا يعني علاش يعني فضلت نحل العجينه تاعي على كيس البلاستيكي باه كي نقلب لاباط تاعي على المول راح تجيني يعني بطريقه سهله. لو كان يعني نرولي العجينه تاعي على الحلال راح تتكسر على خاطر لاباط راهي مبسه مليح. كما شفتوا معايا نصف كميه الفارينه درناها مارغرين 280 غرام فارينه 140 غرام مارغرين، تسمى لاباط راح تجيك بزاف مبسه وتتقرمش. على هذه فضلت انه نحلها فوق الكيس. انا هنا البلا تاعي ما يلصقش لكن يعني رشيته بشويه تاع فارينه دائما نزيدها احتياطا. رفدت العجينه تاعي عادي بالكيس وقلبتها على المول ديالي ونبقى يعني الان نسوي فقط العجينه تاعي في الجوانب كما راكم تشوفوا معايا. ندخل العجينه في هذوك الفتحات ولا هذوك يعني هذاك التشرشيف اللي يجي في البلاط تاعكم ولا في المول ديالكم. نسقم كامل الحواف تاعي، من بعد نثقب العجينه تاعي بالفرشيطه ونخليها يعني ترتاح في المجمد ولا في الثلاجه مده من الزمن. علاه باش كي نطيب لاكيش تاعي ما تصغرش وملا ما يتغيرش الحجم ديالها، وتاني هادوك الحواف ما يهبطوش. كما راكم تشوفوا هنا راني نشوف وين كانت هكا شويه يعني شويه مخسره ولا ضفت العجينه في اللي فضلت لي في الاطراف وكاموفليت بها يعني لهذوك الفتحات. هنا راني نثقب في العجينه تاعي بالفرشيطه نخليها يعني ترتاح في المجمد او في الثلاجه وانا نبدا يعني نوجد لاباغاي اكيش ديالي. واش نحتاجو فيها؟ عندي هنا علبه تاع ياغورت ناتور، نزيد مع هاد الياغورت ناتور كاس الا ربع كريم فريش، عندي كمية من الجبن المبشور. كل ما كانت النوعية تاع الفرماج تاعك بنينة كل ما راح تجيك يعني لاكيش تاعك هايلة. انا درت يعني خليط بين الغرويير والشيدار. المهم عندي شوية تاع معدنوس، 2 حبيبات تاع البيض، زيتون خضر إفيلي، والفرماج كنت قطعته الى مكعبات صغيرة. في اناء واش نحط هذوك 2 حبيبات تاع البيض تاعي، نضيف عليهم كمية المعدنوس، نزيد عليهم هنايا زيتون خضر إفيلي كما راكم تشوفوا معايا. يعني نخلط كل المكونات مع بعض. نزيد عليهم هذاك الفرماج اللي كنت قطعته الى مكعبات صغيرة، شوية تاع الفلفل الكحل مع شوية تاع الملح. هنا الملح يعني ما نديروش بزاف. ضفت هذاك الكاس الا ربع تاع لا كريم فريش مع علبة تاع ياغورت ناتور عفوا. نضيف هنا كمية من الجبن، ما نديروش يعني كامل باش يعني ندير الباقي للتزيين. نخلط هاد المكونات كامل مع بعض، من بعد نضيف لهم هذاك الدجاج اللي كنت طيبته في الاول وخليته يعني يبرد. كنت كما شفتوا معايا طيبت الدجاج مع لي زيبيس والبصل ورحيتهم في الاشواغ. راح نخلطهم مع هاد لاباغاي اكيش وتعطيني بنة رائعة. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة وتنال يعني اعجابكم. راح تعتمدوها يعني خاصة في الصيف، تقدروا تدوها معكم للبحر، ما تمشي مع الشوربة في رمضان. يعني وصفة رائعة ما تجيش ثقيلة، العكس يعني خفيفة وبزاف بنينة. كما شفتوا معايا
ضفت للخليط ديالي هداك الدجاج اللي كنت رحيته في الاشواغ مع البصل، ونخلط كامل هاد المكونات مع بعض. راح نتحصلوا على واحد الحشو بزاف بنين خفيف وهايل. نخلط كامل هاد المكونات. انا شوفوا هاد الكميه يعني جاتني سوا. اللي عندها بلا كبير يعني تضاعف المقادير تاع العجينه وتاع الحشو، واللي ما عندهاش يعني تقدر دير بنفس المقادير لكن ديرهم ديرهم يعني انديفيدوال في لي مول هذوك اللي نديرو فيهم لي تارت. هنا بعد ما كملت خلطت يعني هذيك لافارس تاعي كامل، نفرغها على العجينه ديالي كما راكم تشوفوا. من نعمروش لاكيش تاعنا للفوق على خاطر راح بعد الطياب راح يعني يضاعف الحجم تاعها. هذاك البيض يعني يطلع شويه، لابات تنفخ شويه تولي سوا. هاوليك هنا بعد ما يعني طيبتها كما شفتوا بدات تحميره ما شاء الله. شعلت لها من التحت وزدت لها يعني من الفوق. كي تشوفوها يعني هكا تحمرت لكم على الاطراف، حاولوا انكم ترفدوها من تحت شويه لانه المول تاعكم يتنحى، القاعده تاعو تتنحى. ارفدوها شويه تشوفوها باللي خلاص يعني تحمرت من تحت. اشعلوا لها من الفوق، خليوها تتحمر، ودخلوا يعني الموس في الحشو تاعكم باش تتاكدوا انه الحشو ولا هذيك لاباغاي اكيش يعني نشفت وما قعدتش يعني خضراء الداخل. في الاخير نقولكم اذا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم ما عليكم غير تخلوا لي جيم وكومونتير، تبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم، تهلاو لي في روحكم وسلام.